وهذه أهم عناوين أخبار اليوم. فرنسا تؤكد رغبتها في إرسال مساعدات للمغرب وتنظم حفلا لجمع التبرعات. أمريكا تدعو النظام الجزائري إلى إنهاء ملف الصحراء فورا ومن دون شروط. رغم النجاة من الموت، ضحايا الزلزال يواجهون إصابات خطيرة. والآن إلى التفاصيل، لكن من قبل ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انت الأول آخر الأخبار. نظمت قناة M6 بالتعاون مع الصليب الأحمر الفرنسي حفلا خيريا مساء الأربعاء بهدف دعم الهلال الأحمر المغربي وجمع تبرعات لصالح منكوبي الزلزال الذي أسفر عن وفاة أكثر من 2900 شخص وإصابة العديد من الآخرين، حيث شارك في الحفل العديد من الفنانين بهدف جمع أكبر عدد من التبرعات. وشارك في هذا الحفل الخيري الذي أقيم في قصر الرياضة بفرنسا شارك مجموعة من الفنانين مثل باتريك برويل وكلاوديو كابيو وتينا أرينا وفوديل، بالإضافة إلى فنانين آخرين، وستخصص عائداته لدعم الهلال الأحمر المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن نهاية الأسبوع الماضي شهد مشاركة فنانين ومشاهير آخرين في حملات جمع التبرعات، بعضهم حث على التبرع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم الممثل جمال الدبوس الذي قدم دعوة للتبرع بشكل مباشر. وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا جيمس الذي يعيش في مراكش والذي يشارك في هذه الحملة. في إطار الجهود الأمريكية للضغط على النظام الجزائري من أجل إنهاء الصراع المصطنع حول الصحراء المغربية، أكد باولو فونشيراس رئيس مركز التفكير الأمريكي للسياسات العالمية أنه حان الوقت للجزائر الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أن تبدأ عملية تفاوض بحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي يحترم السيادة الوطنية للمغرب. وفي سياق تعليقه على الجولة الإقليمية التي أجراها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا جو شوهارس إلى الجزائر والمغرب، أشار رئيس مركز التفكير إلى أنه يتعين على الجزائر أن تشارك في إيجاد حل بناء. وفي تصريحاته لوسائل الإعلام أشار الخبير الأمريكي إلى الموقف الثابت للولايات المتحدة الذي يدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي نهائيا. وقامت الدبلوماسية الأمريكية بتجديد التأكيد على هذا الموقف يوم الخميس الماضي خلال المحادثات التي جرت بين جو شوهارس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. ووفقا لبيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة في الرباط بعد هذا اللقاء، فإن الولايات المتحدة تظل تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم من المغرب جادا وواقعيا وذا مصداقية. وفي سياق حديثه عن التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، أعرب رئيس معهد السياسات العالمية عن إعجابه بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز رفاهية سكان هذه المناطق المحلية. كما استعرض المحلل الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية والنهوض بالاستثمارات ودعم برامج التكوين التي تساهم في إعداد الشباب لسوق العمل. كما قال أن هذه الدينامية البناءة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تظهر التزام المغرب بأجندة طموحة لتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين بشكل مستدام ومستمر. قد يظهر من النظرة الأولى أن الناجين الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض الزلزال قد حصلوا على فرصة جديدة في الحياة، ولكن الوضع ليس بهذه البساطة، فالموت الذي نجوا منها لا يزال يؤثر عليهم بشكل جسدي، حيث يعانون من ما يعرف بمتلازمة الهرس، وتنتج هذه المتلازمة نتيجة الضغط القوي الذي تعرضوا لها نتيجة سقوط الأنقاض والكتل الكبيرة على أجسامهم أو أجزاء منها، مما يؤثر على الأعضاء مثل الكليتين والرئتين، حيث يمكن أن تكون مضاعفات هذه المتلازمة خطيرة وتؤدي إلى الوفاة، وبالتالي تتطلب رعاية طبية متخصصة ومركزة للمصابين بها. وأشار البروفيسور أسامة العدوي الذي هو طبيب متخصص في جراحة العظام والمفاصل، أشار إلى أن متلازمة الهرس هي مجموعة من المضاعفات التي تنشأ نتيجة تعرض أنسجة عضو ما،
وبشكل خاص الأنسجة العضلية، تعرضها لضغط شديد نتيجة صدمة قوية أو سحق، مثل حوادث السير أو سقوط أشياء ثقيلة على الجسم، أو انهيار المباني وسقوط الأنقاض فوق الجسم، أو حروق شديدة، أو تعرض لصعقة كهربائية. وأوضح الدكتور أسامة العدوي أن هذا الضغط الشديد يؤدي إلى انقطاع تدفق الدم إلى العضلة المتضررة، مما يؤدي إلى تلفها، ونتيجة لذلك تبدأ العضلة في إفراز مواد مؤثرة تنتشر في الجسم بأكمله، مما يسبب مضاعفات عديدة. وقد يؤدي هذا التأثير إلى تلف العضو الذي قد يكون هناك حاجة لبتره بسرعة لمنع انتشار هذه المواد الضارة في أجزاء أخرى من الجسم. ويمكن أيضا أن تؤدي هذه المواد إلى تغيرات في الجهاز الرئوي بسبب ارتفاع حموضة الدم، أو في الجهاز الكلوي بسبب وجود بروتينات كبيرة الحجم التي تسد الشرايين الكلوية وتؤدي إلى فشل كلوي. وقد يؤدي هذا الضغط أيضا إلى تغيرات في القلب بسبب ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض رغم تلقيه العناية الطبية الضرورية. وحول أعراض الإصابة بهذه المتلازمة، أوضح المتحدث عينه أن الأعراض تظهر أولا على مستوى العضو الذي تعرض للحادث، إذ ينتفخ ويصبح مؤلما بشكل كبير، مع ظهور أعراض عصبية كفقدان الحساسية بالعضو المصاب، مشيرا إلى أن ظهور هذه الأعراض على المريض يدفع الطبيب المعالج إلى التفكير في المتلازمة، فيقوم بإجراء تحاليل طبية تثبت وجودها، كقياس تركيز البروتينات والأنزيمات العضلية في الدم والتي تكون مرتفعة، مع قياس تركيزات أيونات الدم وخصوصا البوتاسيوم، على اعتبار أن تغير مستواه في الدم بشكل مفاجئ قد يعرض للوفاة بسكتة قلبية. وأشار البروفيسور إلى أنه قد تظهر أعراض أخرى مثل صعوبة التنفس أو زيادة سرعة التنفس وانخفاض في معدل التبول مع تغير لون البول ليصبح داكنا، وأكد على أهمية بدء العلاج على الفور إذا كان هناك شك في وجود متلازمة الهرس، حيث ينبغي اتخاذ إجراءات لعلاج السبب الرئيسي لتلف العضلة وتنقية الدم باستخدام السيروم وفحص المضاعفات القلبية والكلوية وعلاجها قبل أن يتعذر العلاج. اشترك الآن على قناتنا السوشيال ميديا، كل ما ترغب به وأكثر.